بيوصل البطارية هنا هيبتدي التيار يمر. هو ده الكلوز سيركت اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت، ولو فتحت المفتاح هتبقى اوبن سيركت وهتفصل الدايرة. بس النهاردة احنا مش جايين عشان ده، احنا جايين النهاردة عشان نشرح الفرق ما بين الفولت والمقاومة والتيار اللي انا حاطط اميتر هنا عشان اقيسه. احنا قلنا الدايره بتتكون من ثلاث حاجات اساسيه: مصدر للطاقه، وحمل، واسلاك عشان يمر فيها الكترونز. طب ايه الفرق بين الثلاثه؟ عشان نفهم الفرق بين الثلاثه ببساطه تعال نشوف الشكل ده. ده عباره عن ايه؟ عباره عن تانك ميه، ودي حنفيه، ودي ماسورة مية بتنزل بيها، بننزل منها، او ممكن نسميه محبس. ده تانك المية، ده الضغط، ده اللي بيزود الضغط. كل ما كمية المية هنا زادت وكل ما ارتفاعها عالي كل ما الضغط في المواسير زاد. وهنا طب ايه ده؟ هو بيمثل ايه؟ ده بيمثل الفولت. طب ايه هو التيار او الكرنت؟ هو كمية المية اللي هتمر في المواسير دي. كل ما الماسورة دي وسعت كل ما عدى كمية مية زيادة، وكل ما الماسورة ضيقت كل ما عدت كمية مية قليلة. طب وايه الفالف ده او ايه المحبس ده؟ المحبس ده هو المقاومة. كل ما اقفله اقدر اقلل التيار اللي داخل او اقدر اقلل كمية المية اللي داخلة. يبقى الفولت بيمثل الضغط وهو بيمثل التانك، والتيار هو كمية المية اللي بتعدي، والمحبس او الفالف او الحنفية هم المقاومة. نرجع بقى للشكل الاساسي بتاعنا عشان نبتدي نشتغل ونشرح بشكل احسن. دي الدايرة بتاعتنا، مجرد ما اقفل الدايرة انا عندي هنا 10 فولت والتيار بيقل. وعشان الشكل يبقى اوضح قدامنا، تمام، تعال نزود قيمة الفولت، بدل ما هو 10 نخليه مثلا 20 ونشوف تأثير ده على الإضاءة. تعالى ارفع من هنا كده وزي ما انا ضغطت واطلع زود، خلينا الفولت 25 فولت. ايه اللي حصل؟ الإضاءة زادت. طب تعال نرفعها كمان ل 40. اللي حصل الإضاءة زادت أكتر. طب ارفع على الآخر ل 120 هتلاقي الإضاءة زادت بشكل كبير جدا. وبالتالي عشان الضغط زاد كمية التيار أو كمية الإلكترونات اللي بتعدي، أو في مثال المية كمية المية اللي بتعدي زادت. بص الأمبير بقى كام؟ بقى 12 أمبير. ليه؟ لأن الفولت زاد، ولأن الحمل هو والمقاومة زي ما هي صفر. نرجع تاني لل10 فولت زي ما احنا كنا عليها ونشوف ايه اللي هيحصل. تمام، خليها 11 فولت مش هتفرق معانا كتير، ونشوف نخلي التيار 1.1 من 10 أمبير. طب ايه اللي هيحصل لو انا بقى خليت المقاومة دي بدل ما هي صفر زودت المقاومة؟ كل ما ازود المقاومة ايه اللي هيحصل؟ انا كأني قفلت المحبس. يعني ايه قفلت المحبس؟ يعني التيار بيقل. طب زود المقاومة على الاخر، خلي المقاومة 30 اوم. شفت التيار بقى كام؟ بقى 28 من 100 امبير والاضاءة قلت. طب عشان اتغلب على كده اعمل ايه؟ تعال نزود، نخلي المقاومة زي ما هي ونزود الفولت تاني. ازود الفولت تاني هوصل، بس مش هقدر اوصل لنفس كمية الاضاءة اللي كانت موجودة بعد كده قبل كده. تمام، يبقى الفولت هو بيمثل القوة، والتيار هو بيمثل الكمية اللي بتعدي، والمقاومة هي بتمثل الإعاقة. دي بتنقاس رمزها الفي اللي هي الفولت، ودي بتنقاس بالأوم اللي هي العلامة المقلوبة دي العلامة اللاتينية، وهي نفس برضو اللي بتنقاس بيها اللمبة. وده الكرنت أو التيار بيقاس بالإيه؟ بيقاس بالأمبير. لو عايز تعرف الابليكيشن اللي أنا شغال عليه أو عاوز تعرف تجارب أكتر اكتب لي تعليق وأنا أبعت لك اللينك اللي أنا شغال عليه في رسالة خاصة، وتابعنا عشان تتعلم وغيرك يتعلم. شكرا ومع السلامة.